مديحة، وانا ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا يا سامح، انت تؤمر. ممكن تاخدي ميعاد مع باباكي عشان اجي اتقدم لك واطلب ايدك؟ سامح، انت بتتكلم بجد؟ ايوه حبيبتي بتكلم بجد. يا ترى باباكي هيكون فاضي امتى؟ هسأله وارد عليك. بجد فاجئتني يا سامح، ربنا يخليك ليا ويخليكي ليا يا حبيبتي. طيب يلا بينا بقى عشان تلحقي تكلمي باباكي وانا اجهز نفسي. يا بابا، بابا، ماما، يا ماما، هم راحوا فين دول؟ مفيش حد في البيت ولا ايه؟ يا ماما. ايوه يا حبيبتي، نعم يا روح ماما. انت فين يا ماما؟ بند عليكي وبند على بابا من بدري، محدش بيرد عليا. انتوا فين؟ معلش يا حبيبتي، كنت في المطبخ ومش سامعاكي، وبابا في الشغل لسه ما جاش. خير يا حبيبتي، في حاجه ولا ايه؟ انا قابلت سامح النهارده وقال لي اكلم بابا ان هو يجي يتقدم لي ويطلب ايدي. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك، مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا ماما، بس كنا عايزين نحدد ميعاد عشان يجي يقعد مع بابا. وماله يا حبيبتي، نحدد ميعاد، اول ما يجي ابوك هكلمه على طول. بجد يا ماما؟ طبعا يا نور عين ماما، دي فرحتي الكبيره بيكي يا حبيبتي. ما تحرمش منك ابدا يا ماما، ولا منك يا روحي. ادخلي كده غيري هدومي وجهزي نفسك على ما يجي ابوكي واحنا نقعد نتكلم معاه. حاضر يا ماما، عن اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. البنت خلاص هتتجوز، العيال كبرونا. منورنا طويل العمر. بنورك يا حاج. خير يا طويل العمر، قلت عايزني في موضوع. خير ان شاء الله يا حاج، بنريد نناسبك. بتقول ايه يا طويل العمر؟ سمعني كده. تناسبني في مين؟ نريد نتجوز بنتك مديحة. قلت ايش يا حاج؟ تتجوز بنتي مديحة؟ يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. تتمنى أمنية بس يا حاج وأنا على التنفيذ. حبيبي يا طويل العمر. وبنجيب لك كل اللي بتريده، وكل اللي بتريده مديحة، وكل اللي بتريده الحاجة وبزيادة. يا طويل العمر أنت كلك فلوس. بارك الله فيك يا حاج. انوي على الميعاد وأنا جاهز. خلاص يا طويل العمر، اروح اكلم البت مديحه واكلم امها واقول لك احنا جاهزين امتى باذن الله. الف مبروك يا طويل العمر. الله يبارك فيك يا حاج. هاي بنستأذنك انا الحين. طب ما انت قاعد معايا شويه يا طويل العمر، احنا ما شربناش حاجه. لما نجيك المنزل ان شاء الله بنشرب الشربات مع بعضنا. حبيبي يا طويل العمر، تيجي تنور الدنيا. انت جيت يا حاج، الحمد لله على السلامه. ليك عندي خبر ب1,000,000 جنيه. نعم يا حاجه، بتقولي ايه؟ 1,000,000 جنيه؟ لا ده انت اللي ليك عندي خبر ب100 مليون جنيه. خير يا حاج، فرحني. لا قول انت الاول يا حاجه. يوه ما تقول بقى يا حاج، مالك في ايه؟ بنتك مديحه يا حاجه جالها عريس. ايه؟ ما ده الموضوع اللي انا عايزه اقول لك عليه. ما البنت مديحه جت قالت لي. مديحه جت قالت لك؟ وهي عرفت منين؟ الراجل كان قاعد وبيتكلم معايا ومديحه ما شافتوش ولا هو شاف مديحه. لا يا حاج، ما هو كان قاعد معاها النهارده وقال لها خدي لي ميعاد من باباكي علشان اجي اطلب ايدك منه. مبروك يا حاج. كان قاعد معاها النهارده ازاي؟ وليه بقول لك كان قاعد معايا في الكافيه وبيكلمني. معقوله يا حاج سامح جالك الكافيه واتكلم معاك؟ سامح مين يا وليه؟ انا بتكلم على الشيخ راشد. الشيخ مين؟ مين الشيخ راشد ده يا اخويا؟ ده عين اعيان السعوديه وجاي هيتقل بنتك بكنوز الدنيا، تقولي لي سامح مين ده بقى؟ نهار ابيض يا ولاد، عريسين في ساعه واحده؟ بتقولي ايه يا حاجه؟ عريسين؟ هو مفيش غيره الشيخ راشد، بلا سامح بلا كلام فاضي، هو لا ياكل نفسه؟ لا بقول لك ايه يا حاج، اللي تختاره البت وقلبها يرتاح معاه ده هو ده اللي هتاخده. اوعى تضغط على البت في حاجه. بتقولي ايه؟ اضغط على البت؟ لا مالكيش دعوه، بس انت قولي لي مديحه فين وانا هخليها هي اللي تختاره. الو يا سامح، انا كلمت ماما وقالت لي يا ريت تيجي بكره. الو بجد يا مديحه؟ ده احسن خبر سمعته في حياتي. خلاص بكره باذن الله اكون عندكم. هستناك يا حبيبي، ما تتاخرش. اتاخر ايه؟ انا مستعجل اكتر منك يا مديحه. حبيبي انت هتجيب حد من اهلك معاك؟ لا يا حبيبتي، هاجي اقعد مع باباكي ومامتك الاول ونشوف هنتفق على ايه، وهاخد ميعاد مع بابا وماما واخليهم يجوا يقعدوا معاهم. وليه ده كله يا سامح؟ ما تجيبهم معاك بالمره. انا اتمنى يا مديحه، بس خلي حد من باباكي او مامتك ما وافقش عليا، هيبقى شكلي ايه قدام اهلي؟ ما يوافقوش ازاي يا حبيبي؟ انا كلمت ماما وفرحت قوي، وبابا شكله جه بره، هطلع اكلمه كمان دلوقتي. طيب معلش يا حبيبتي، خليني اجي انا الاول. اوكي يا حبيبي، زي ما تحب اللي تشوفه. خلاص اتفقنا، بكره ان شاء الله اكون عندك يا حبيبتي.
ان شاء الله في انتظارك يا حبيبي. هقفل معاك دلوقتي عشان اخرج اشوف بابا. اوكي باي باي يا حبيبتي. باي باي يا سامح حبيبي. مديحة بنتي حبيبتي يا مديحة. ايه يا بابا خارجالك حالا. النبي يا حاج اتكلم معاها بهدوء وما تزعلهاش وسيبها هي اللي تختار يا اخويا، هي اللي هتعيش مش احنا. ما تقلقيش يا حاج، هتكلم معاها بهدوء وهسيبها هي اللي تختار، بس لازم انصحها. نعم يا بابا. بنتي حبيبتي ونور عيني واغلى حاجة عندي في الدنيا، عايز اتكلم معاكي كلمتين ممكن؟ ايوه طبعا يا بابا ممكن. ادخلي والنبي يا حاج اعملي لنا حاجة نشربها على ما اقعد انا ومديحة شوية مع بعض. حاضر يا اخويا تؤمر. اقعدي يا بنت ارتاحي. مامتك قالت لي ان في واحد اسمه سامح جاي عايز يطلب ايدك. ايوه يا بابا فعلا، هو كلمني النهارده وقال لي اخد ميعاد مع حضرتك عشان يجي يقابل حضرتك. طيب تمام، وسامح ده شغال ايه يا حبيبتي؟ لا سامح مش شغال يا بابا، لسه بيدرس، لكن هيتخرج قريب وان شاء الله ليه مستقبل عظيم. ايه المستقبل العظيم ده يا حبيبتي؟ هياخد كام يعني في الشهر بمستقبله العظيم؟ لا يا بابا دي اخر حاجه نتكلم فيها الفلوس، انا بحبه وهو بيحبني ودي عندي بالدنيا وما فيها. طيب ايه رايك يا حبيبتي لو قلتلك في عريس تاني متقدم لك غير سامح؟ عريس تاني غير سامح؟ عريس مين يا بابا؟ شيخ سعودي طلب ايدك مني النهارده، بيلعب بالفلوس لعب، عنده عربيات وفلل وشركات ويتمنى الرضا ترضي. بابا من فضلك انا ما بحبش غير سامح ومش هتجوز غير سامح. يا بنت اسمعيني، الحب ده ما بياكلش عيش، اهم حاجه دلوقتي في اليومين دول الفلوس. معاه كام وهيعمل معاكي ايه وهيديكي ايه؟ كده برضو يا بابا؟ معقوله انت بتفكر بالطريقه دي؟ يا بنت اسمعيني، انا لو قعدتلك النهارده مش هقعدلك بكره، وانت محتاجه حد يامن لك حياتك، مش بالحب بالفلوس. من فضلك يا بابا ما تضغطش عليا، انا ما بحبش غير سامح ومش هتجوز غير سامح. يا حبيبه قلب انا بدور على مصلحتك وتامين مستقبلك من بعدي. انا بكره ولا بعده هموت وهسيبك انت وامكم لوحدكم، الدنيا هتبهدلكم يا بنتي، لازم حد يامن لكم حياتكم. بعد الشر عليك يا بابا، بس انا لو مش هتجوز سامح مش هتجوز حد في الدنيا كلها. طيب يا حبيبتي طالما انت بتحبي سامح لما يجي يقعد معايا نبقى نتفق ان شاء الله، انا اهم حاجه عندي مصلحتك. ربنا يخليك ليا يا بابا وما يحرمنيش منك ابدا. طيب قومي يلا يا حبيبتي جهزي لنا الاكل مع امك، واللي في الخير يقدمه ربنا. حاضر يا بابا عن اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. وانت بقى يا عم سامح لما تيجي انا هيبقى ليا معاك تصرف تاني. خير يا عمي. اهلا وسهلا، مساء النور يا حبيبي. انا جاي لك النهارده عشان اطلب منك ايد بنتك مديحه يا عمي. وماله حبيبي، تشرف وتنور. طيب ندخل في الموضوع على طول ونبدأ بالماديات. انت شغال ايه يا ابني؟ لا يا عم انا لسه بدرس، لسه ما اشتغلتش، ولكن لما اتخرج باذن الله مستقبلي هيبقى كويس جدا. كويس جدا اللي هو ازاي يعني؟ يعني انا فاضل لي سنه وان شاء الله هبقى مهندس معماري كبير ومرتبي يبقى كويس جدا وهبقى مرتاح ماديا. طب وفين اهلك يا ابني، ما جوش معاك ليه؟ انا قلت اجي اتكلم مع حضرتك الاول وبعدين هتفق معاهم في يوم نيجي كلنا مع بعض. طيب يا ابني كويس ان انت ما جبتهمش معاك. بص انا هقول لك كلمتين لمصلحتك ولمصلحة مديحة لو انت فعلا بتحبها. انا بنتي جاي لها عريس من دولة عربية هيتقلها بالذهب، ومش هيستنى ان هو يتخرج من دراسة ولا مش دراسة، الراجل معاه فلوس بزيادة وهيجيب لها كل اللي هي تتمناه. وبصراحة يا ابني انا شايف مصلحة بنتي في جوازها من الراجل ده، مش منك انت، ما تزعلش مني انت زي ابني برضه، لكن لو معاك اخت هتتمنى لها الخير. ايه ده؟ يعني ايه يا عم مش فاهم؟ يعني يا ابني لو بتحب مديحة وخايف عليها ابعد عن طريقها، ما تعطلهاش وتعطل نفسك. ايوه يا عم بس انا كلمت مديحه وما فهمتنيش كده، هي قالت لي ان حضرتك موافق ومامتها موافقه. ايوه يا ابني هي فعلا كلمتنا واحنا قلنا لها موافقين انك تيجي وتقعد معايا، بس انا قاعد معاك دلوقتي وبدردش معاك كوالد ليك. انت ينفع اختك يتقدم لها واحد يتقلها بالذهب وواحد لسه بيدرس تفضل اللي بيدرس عن اللي هيديها كل اللي هي تتمناه؟ عمرها ما كانت بتتحسب بالفلوس يا عمي، النهارده هيشتريها بفلوسه بكره يرميها ويشتري غيرها، لكن اللي قاعد بيدرس وبيتمناها وبيحبها هيفضل طول العمر يتمنى يرضيها بأي شكل من الأشكال بعيدا عن الماديات والفلوس والكلام الفاضي ده. ده علشان انت بتحب مديحة بتقول كده، لكن عمر ما الفلوس كانت كلام فاضي. حياتك كلها مبنية على الفلوس، معاك قرش تسوى قرش،
ما معكش قرش ما تسواش ولا حاجة يا ابني. وشوف اقول لك كلمة تحطها حلقة في ودنك. طول ما انت لسه بتدرس وما اشتغلتش ومش عارف تطلع جنيه عشان تصرفه على نفسك، ولسه ابوك وامك بيصرفوا عليك لحد دلوقتي، ما تعلقش بنات الناس بيك. نصيحة مني ليك يا ابني. السلام عليكم يا حاج. سلام ورحمة الله وبركاته. اهلا 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 بعريس بنتي. مرحبا يا شيخ، منورنا. البيت منور بأهله يا حاج. كده برضه يا شيخ، والله مالي لزوم التعب ده. هذه حاجة بسيطة، المديحة. طيب يا ابني انا شايف ان انت تتوكل على الله، ولا ايه رايك؟ كده برضه يا عمي؟ لا، أتوكل على الله أحسن. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مرحب بيك يا طويل العمر.